إذا كان حابة معسلات اقتصادية بنينة وتحمري بها وجهك في السهرات الرمضانية، ما عليك غير تكملي معايا الفيديو للأخير وبإذن الله راح تحمري بها وجهك هاد الوصفة. السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بالف صحه وعافيه وانتم قاعدين تشاهدوا معايا في هذا الفيديو، وان شاء الله تكونوا خلصتوا من الميناج على خاطر انا خلصت من الميناج وجيت بديت نشارك معكم في الوصفات والمعسلات اللي راح تحتاجوهم لشهر رمضان الفضيل اللي بقاو يفصلون عليه ايامات معدودات. واول وصفه يا حبوباتي اللي جبتها لكم واللي راح نشاركها معكم هي وصفه المقرقشات. بالنسبه للوصفه تاع المقرقشات ولا مقرقشات الفرشيطه، نحتاج فيها 250 غرام من الفرينة، ملعقة من النشاء أو المايزينا، 60 غرام من الزبدة اللي تكون بدرجة حرارة المطبخ، ملعقة صغيرة من الملح، نصف كيس من الخميرة الكيميائية، نصف صفار بيضة اللي يكون بدرجة حرارة المطبخ، ملعقة من الخل تكون تاني بدرجة حرارة المطبخ، وخليط ما بين الماء والماء زهر. لهنا يا حبوباتي نبداو على بركة الله في الخدمة تاعنا ولا في التحضير تاع العجينة. راح نجيبوا البول اللي راح نخدموا فيه، نوضعوا فيه 250 غرام من الفرينة اللي نكونوا مغربلينها من قبل، ونضيفوا لها ملعقة من المايزينا ولا النشاء ثاني نكونوا مغربلينها هكا باه تحصلوا على عجينة اللي تكون ناجحة وما تكونش فيها هدوك الحبيبات. ملعقة صغيرة من الملح، نخلطوا كامل المكونات مع بعضها ونبسطوا العجينه تاعنا ب 60 غرام من الزبده اللي تكون بدرجه حراره المطبخ. بعد ما ندخلوا البسوس تاعنا مليح في هذيك الفرينه بيدينا، نحكوا هذيك الفرينه مليح، راح نضيفوا لها نصف كيس من الخميره الكيميائيه. نوضعوا البول تاعنا اكوتي ونزيدوا نجيبوا بول خلاف. لهنا راح نوجدوا الخليط تاعنا اللي راح نجمعوا به النواشف. بالنسبه للخليط تاعنا راح نوضعوا فيه نصف صفار بيضاء اللي يكون بدرجه حراره المطبخ، ملعقه من الخل، وخليط ما بين الماء والماء زهر. انا لهنا كما شاهدتوا معايا درت كيله تاع الخليط ما بين الماء والماء زهر، بديت خلطتهم مع بعضهم وجمعت الخليط تاعي. كيما تجمع لي وتشكلت لي عجينه بديت نعجن فيها، دخلتها مليح في بعضها وخليتها ترتاح. غطيتها بساشي ولا تحبوا بابي فيلم وتخليوها ترتاح. كل ما ارتاحت لكم العجينه تاعكم كل ما عطات لكم النتيجه اللي تكون ناجحه. من الافضل انكم تخليوها تبات لمده ليله كامله. لهنا يا حبوباتي الا كان شفتوا رواحكم باللي الخليط تاعكم تاع النواشف ما تجمع لكمش بهذيك الخليط اللي حضرتوه تاع النصف صفار بيضه والملعقه تاع الخل والكميه تاع الخليط ما بين الماء والماء زهر، لهنا راح نزيدوا تقدروا تضيفوا كميه من الماء هكا باش تحصلوا على عجينه اللي تكون مليحه وتكون طريه كما شاهدتوا معايا القوام تاعها في الفيديو. لهنا يا حبوباتي سامحوني على خاطر الفيديو راهو سابقني، مي كامل هاد الوصفه وكامل لي ديتاي تاعها راح نخليها لكم في صندوق الوصف. راح نخلي لكم المقادير مكتوبين بالتفصيل، المقادير بالمراحل تاعهم. المرحله الاولى اللي حضرنا فيها النواشف، المرحله تاع الخليط الثاني تاع السوائل اللي جمعنا به هذوك النواشف، ونزيد نكتب لكم طريقه التحضير باذن الله هكا باه باذن الله تكون كلش سهل عليكم وتحضروها وتنجحوا فيها. بعد ما خلينا العجينه تاعنا ارتاحت لمده ليله كامله في الثلاجه، جبدناها وبدينا طرحناها بالطريقه اللي شاهدتوها معايا. السمك تاعها راكم شاهدتوه حوالي 1 سنتيم هكاك. تقطعوها الى شرائح وتبداو تقليو فيها بالطريقه اللي شاهدتوها معايا. توضعوها على الفرشيطه تاعكم، الزيت تاعكم لازم يكون سخون، تبداو تحطوها على الفرشيطه حتى تبدا دير فيه هذوك الفقاعات ولا هذوك لي بولداغ في العجينه تاعكم. راحين تبداو تروليو فيها بهذاك الشكل الحلزوني، وراحين يجيوكم واحد الحبات تاع المقرقشات اللي يجيوكم ما شاء الله ويجيوكم مقرمشين. ما عليكم غير تجربوا هاد الوصفه بكامل لي ديتاي تاعها وكامل لي زاستيس اللي درتها لكم، وباذن الله راحين تنجحوا فيها. كيما تكونوا يا حبوباتي قاعدين تقليو في الحبات تاعكم تاع المقرقشات، حطوهم في كسكاس ولا هكا باش يقطروا من الزيت هذاك الزائد تاعهم، وخليوهم حتى يبردوا تماما وعسلوهم وحطوا لهم شويه تاع الجلجانيه ويجيكم ما شاء الله. هنا يا حبوباتي كيما شاهدتوا معايا باللي انا كيما طرحت العجينه تاعي تاع المقرقشات
طرحتها كامل مع بعضها وبديت نقطع فيها شرائح اللي يكونوا هكاك قد بعضها، ونبدا نحط في المقله تاعي ولا في هذاك الزيت اللي كنت ديجا سخنته. من الافضل انه الزيت تاعكم يكون لكم سخون هكا باش يساعدكم في الطياب تاعها وطيب لكم ليه. تبداو تحطوا شويه تاع العجينه كما تلقاوها باللي بدات دير لكم في هذوك الفقاعات وهذوك لي بولداف كما شاهدتوا معايا في الفيديو. تبداو تروليو في هذيك العجينه تاعكم بالفرشيطه، تبقاو تدوروا فيها حتى يتشكل لكم هذا الشكل، وتساعدوا رواحكم تحبوا بالمغرف هكا باه تجيكم سهله. وتبقاو تقلبوا في الحبات تاعكم حتى يحمروا لكم من كامل الجوانب. وهكا يا حبوباتي ان شاء الله تكونوا استفدتوا، ان شاء الله جربوا هذه الوصفه وتنجحوا فيها. راني جربت اني نشارك معكم كامل المقادير بلي ديتاي تاعهم وكامل لي زاسوس اللي راحين يساعدوكم في الخدمه تاعكم. وكما سبق وقلت لكم باذن الله كامل هاد الوصفه راحين تلقاوها بالتفصيل في صندوق الوصف. بمجرد انكم تضغطوا على العنوان رايح يخرج لكم صندوق الوصف. واللي تحب تتواصل معايا على صفحتي في الانستغرام ولا على صفحتي في الفيسبوك راح نخليها لكم كتعليق مثبت. مام اللي تحب انها تكوموندي راهي متوفره في لي كوموند تاعي، تقدروا تكومونديو ونحضر لكم الطلبيات تاعكم. صح مع هاد الوصفه اللي مديتها لكم وهادو لي زاسوس اللي مديتها لكم راحين توليو شاطرين عليا وراحين توليو تخدموهم خير مني. هكا يا حبوباتي نكون وصلنا لنهايه الفيديو تاعنا تاع اليوم. لكن عجبكم الفيديو ما تنساوش تدعموني بجيم واشتراك وتبارطاجيو الفيديو مع الناس اللي تحبوهم وتضغطوا على زر الجرس.